يا أهلا بالجميع في قناتي. اليوم غادي نحكي لكم واحد القصة غريبة ومحيرة وقعات في واحد البلاصة هنا في المغرب، بالضبط في واحد الفيلاج كيعرفوها الدرك الملكي مزيان بنفوذهم. القصة هذه فيها الطمع، الجريمة والأسرار اللي غتخليكم تتابعين كل تفصيل باش تفهموا شنو وقع. البداية، الحاج علال ولادو. كان عايش في هذا الفيلاج واحد سيد كبير في العمر، تقريبا في السبعينات، سميتو الحاج علال. كان معروف عليه باللي لاباس عليه بزاف، وعنده جوج ولاد، نجيب ومحمد، باقين ساكنين معاه، وبنته الكبيرة مزوجة ومشات لدارها. الحاج علال كان مزوج، ولكن حياته مع مراته كانت كلها مشاكل وصداع. داكشي علاش قليل فين كان كيرجع لدارو، وكان كيبات غالبا في محلاته الأخرى، خاصة واحد المحل كبير عامر بالمواد الغذائية. الغريب أن ولادو نجيب ومحمد وخابهم غني عمرهم طلبوا منه شي فلوس أو عمروا معاه السوق في هادشي. هما كانوا خدامين في تهريب الكونترابوند، السلعة المهربة، مع واحد صاحبهم كيعيطوا ليه الزواك. الحاج علال كان طماع وكيبغي الفلوس بزاف، وكان ديما كيبحث على شي همزة باش يزيد يترفه. الصدمة الأولى، الأم مربوطة. واحد العشية رجعوا الولاد لدارهم كيف العادة، غير حلوا الباب سمعوا الأم ديالهم كتغوت من الداخل. دخلوا مخلوعين ولقاوها مربوطة من يديها ورجليها. فكوها واتصلوا بالدرك الملكي. جا الدرك وبداو التحقيقات، سولوا الأم شنو وقع، ولكنها قالت أنها ما عرفتش شكون اللي ربطتها وما عرفتش علاش. الغريب هو أنها أكدت باللي حتى شي حاجة ما تشفرات من الدار، لا ذهبها ولا فلوسها. الدرك لاحظوا باللي الولاد كيتهربوا من الإجابة وكينقصوا في الهضرة، خصوصا ملي سولوهم واش الحاج علال كان ساكن في دارو. الحاج علال والهمزة المشؤومة. النهار اللي تابعوا مشاو الدرك عند الحاج علال للمحل ديالو باش ياخدوا أقواله. لاحظوا عليه باللي مخطوف ليه اللون وتالف في الهضرة. الحاج علال بعد تردد اعترف باللي وقع ليه نصب كبير. قال باللي واحد السيد كيعرفوه الناس في ديك المنطقة سميتو مول جافيل. مول جافيل بائع الجافيل، هو ونسيبو نصبوا عليه. نسيب مول جافيل كان كيقول باللي هو خبير في استخراج الكنوز باستعمال بخور نادر. الحاج علال اللي عم الطمع بصيرته باع داع ممتلكاته بما فيها المحل اللي كان كاريه له مول جافيل بثمن بخاس باش يجمع 60 مليون سنتيم اللي طلبوه منه باش يوفروا البخور ويخرجوا الكنز. عطى الفلوس لنسيب مول جافيل، ولكن نسيبه غبر وما بقاش باين. الحاج علال قال للدرك باللي خاف من ولاده إلى عرفوا، وداكشي علاش ما قال لحد. الدرك ربطوا الأحداث، جريمة الدار اللي ما تشفر منها والو، والنصب اللي تعرض ليه الحاج علال. جريمة القتل الغامضة. بعد أيام جيران الدار اللي فيها مرات الحاج علال بدات كتشوف منها ريحة خايبة. ديكلاراو للدرك، وملي جاو الدرك وحلوا الباب لقاو الحاج علال مقتول في واحد الحالة خايبة بزاف وفيه بزاف ديال الضربات بالموس. طبيب التشريح أكد أن سبب الوفاة هو طعنات بالموس، وأن الوفاة كانت تقريبا قبل 8 أيام. الدرك رجعوا الولاد نجيب ومحمد، ولكنهم أنكروا أي علاقة لهم بالجريمة، وقالوا باللي ما داروش حتى مشكل مع شي حد. الدرك عرفوا باللي ولاد الحاج علال كانوا في واحد المنطقة أخرى نهار الجمعة اللي فات، نهار الجريمة، وهربوا من البراج اللي كان تما. داكشي علاش الدرك قرروا يشدوا الزواك صاحبهم في تهريب الكارو. اعترافات متتالية وكشف الحقائق المرة. الزواك وملي شارف راسو غادي يغرق في المشاكل اعترف باللي هو ونجيب ومحمد كانوا كيهربوا الكارو، وداكشي علاش هربوا من البراج. واعترف كذلك باللي ولاد الحاج علان داروا بزاف د المشاكل مع اللي شرى من عندهم المحلات وديور باهم بثمن قليل، لأنه مرضاش على الثمن وعلى الكيفية اللي باع بها باهم الأملاك. الدرك زيرو على مول جافيل، اعترف هو كذلك باللي هو ونسيبو نصابوا على الحاج علال، ولكن ملي الحاج علال ما بقاش عنده باش يخلصهم، مول جافيل قتلو بالموس وبغى يشوه الجثة باش يبان بحال شي جريمة سرقة ويغطي على النصب. الخيوط بدات كتجمع. مول جافيل هو اللي قتل الحاج علال بدافع السرقة والطمع. ولاد الحاج علال تشدوا بتهمة التهريب والمشاكل اللي داروها. مول جافيل ونسيبو تشدوا بتهمة النصب على الحاج علال والقتل. المصائر والنهاية المؤلمة. بعد المحاكمات هذه كانت الأحكام. مول جافيل القاتل وأحد النصابة حكم عليه بالمؤبد.
نسيب مولجافيل المشارك في النصب حكم عليه ب7 سنين حبس. نجيب محمد ولاد الحاج علال متهربين ومثيرين للشغب حكم عليهم ب5 سنين حبس لكل واحد. وهكا القصة اللي بدات بطمع الحاج علال سالات بجريمة قتل وخسارة كل شيء وورطات بزاف الناس اللي كانوا كيبانوا بعاد على الجريمة. هادشي كيبين لينا أن الطمع يقدر يعمي البصيرة ويجيب المشاكل من حيث لا تحتسب.